رمضان دايما ليه طعم خاص، مش بس بالعبادة، لأ كمان بالعادات اللي تربينا عليها. أول ما الشهر يقرب كنا نشوف الشوارع مليانة زينة، والمحلات عاملة ألوان من البلح والمشمشية والزبيب وقمر الدين. يميش رمضان كان جزء أساسي من الجو، بس السنة دي الصورة مختلفة. الأسعار ولعت، وكيلو اليميش بقى محتاج ميزانية لوحده. أسر كتير في مصر بقت مضطرة تستغنى أو تشتري بالكميات القليلة قوي، وفي بيوت قررت تشيله خالص من القائمة. يميش رمضان اللي كان رمز للفرحة واللمة بقى رفاهية مش كل الناس قادرة عليها. ناس بتقول نكتفي بالأساسيات، الأكل والشرب أهم، وناس تانية بتحاول تمشي الشهر بأي طريقة وتعدي اليوم بيوم. الموضوع مش يميش وبس، الموضوع إن الناس بقالها فترة طويلة مستحملة كتير، مصاريف بتزيد ومسؤوليات بتكبر، وحاجات كانت بتتعمل قبل كده بسهولة دلوقتي بقت من الأحلام. حاجات بسيطة زي كيس يميش، خروجة صغيرة، أو حتى عزومة على قد الإيد بقت حسابات معقدة، والناس واقفة تحاول توزن بين اللي نفسها فيه واللي تقدر عليه. رمضان بيجي والقلوب لسه بتحاول تفرح، بس الواقع تقيل، والغلاء مخلي أبسط تفاصيل الشهر الكريم تحدي جديد.